أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت السلام عليكم. انت غالبا داخل الفيديو ده وشاكك او عندك نسبة شك ان الفيديو ده مثلا هيكون نصب او مثلا حد بيستغلك او فيديو تضليلي زي الفيديوهات اللي هي منتشرة حاليا، وليك حق تفكر كده بصراحة، لان المحتوى الغير مفيد بقى طاغي على المحتوى المفيد او القيم. انا جاي اديك تجربتي الصادقة وخبرة 3 سنين في المجال او الكلام اللي انا هتكلم عليه ده. ولو انت اول مرة تشوفني، انا محمد عز الدين، طالب جامعي، ومؤمن جدا ان كل واحد فينا لازم يشارك خبراته لكذا سبب. من الاسباب دي ان كل واحد فينا ليه تجارب وليه معرفة غير التاني، فلو كل واحد فينا شارك المعرفة دي الكل هيستفاد، وده سبب انشاء القناة دي. خلينا نتفق، مادام انت بتتفرج على الفيديو ده فغالبا انت طالب او شخص في فترة العمر الذهبي. ايه هو العمر الذهبي؟ هو العمر اللي من 18 ل 30 سنة تقريبا. ليه بيسموه كده؟ لان انت في العمر ده غالبا مش هيكون عليك مسؤوليات كبيرة، وبما ان مفيش مسؤوليات فانت تقدر تاخد الريسك، فهيكون حرام عليك لو انت ضيعت الفترة دي، لان انت كشخص مسلم هتسأل عن عمرك مرتين، مرة عن عمرك كله ومرة عن شبابك اللي هو العمر الذهبي اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب ازاي استغل العمر ده واعمل مبلغ محترم او مبلغ اتسند عليه في فترة شبابي او في فترة دراستي؟ الفيديو ده يتلخص في كلمة واحدة، واللي هي اشتغل. ايا كان الشغل بقى، الشغل على ارض الواقع او شغل اونلاين. طيب، بس اللي انا جاي اكلمك فيه وفعلا جربته هو الشغل الاونلاين. مش هطلع اكلمك على حاجة غير لما اكون جربتها عشان اوصل لك التجربة الصادقة. طيب ليه الشغل الاونلاين بالتحديد؟ خلينا نكون في الصورة. اي شغلانة ليها صعوبات، حتى لو شغلانة على ارض الواقع ليها صعوبات برضه، ده الطبيعي، ده اللي كل الناس عارفاه. الناس مفكرة الشغل اونلاين انك هتقعد على اللابتوب او تستخدم اي جهاز وتكسب منه فلوس بحاجات سهلة. عامة ده غلط، امسح المفهوم ده من دماغك خالص. ما تتخيلش انك هتلاقي شغل تبقى قاعد مستريح كده وحد يدفع لك. طيب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان ما تبدأش شغل مهما كان اونلاين او في الحياة الواقعية وتلاقي الموضوع صعب وتقول انا كدبت عليك. لا، انا بعرفك الاول ان هيواجهك في اي شغلانة صعوبات، تمام؟ بس الميزة في الشغل الاونلاين ان العائد فيه بيكون عائد تراكمي. يعني ممكن تفضل فترة كبيرة جدا ما تكونش بتدخل دخل كويس، بس بعد فترة لما تتعلم وتكون معرفة وتكون مهارات، العائد اللي هيجيلك من الشغل الاونلاين هيكون كويس جدا. واقدر اقول لك كمان ممكن يكون احسن من الشغل في الحياة الواقعية، لان الشغل في الحياة الواقعية غالبا مش هعمم برضو، غالبا بيكون العائد منه عائد ثابت. الميزة برضو في الشغل الاونلاين انك انت اللي بتسعر شغلك، انت اللي بتحدد هتشتغل امتى. دي كلها مميزات احنا عارفينها. طيب تعال اقول لك على حاجات انا عملتها فعلا وكسبت منها مبالغ كويسة. اولا، الفيديو اديتنج. لو رجعت اول كام فيديو في قناتي هتلاقي الفيديوهات دي فيديوهات معمولة بانيميشن بسيط كده. الفيديوهات دي انا كنت بعملها، حد يجي يطلبها مني مثلا واعملها له واتقاضى المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه مثلا، تمام؟ عايز اقول لك ان مهارة الفيديو اديتنج دي مهارة مطلوبة جدا. يعني انا اكره خطوة عندي في موضوع انشاء المحتوى ده هي الخطوة بتاعة المونتاج او الايديتنج. كان الشخص يجي يطلب مني الفيديو عن شيء معين او مبني على فكرة معينة هو حابب يشرحها الناس، فبعمل له الفيديو بشكل مبسط وشكل جميل وشكل ان هو يتفهم بسرعة. لو رجعت في اول قناة هتشوفه. طيب انا ليه بقول لك انك الموضوع هيكون صعب في الاول خاصة في الشغل اونلاين؟ لان انا فعلا كنت بواجه صعوبة ان انا الاقي حد يطلب مني الخدمة دي في الاول. بس مع الوقت، وعايز اقول لك انها جت عليا فترة كنت شغال مع مركز تعليمي بعمل لهم فيديوهات او مقاطع اللي هي البسيطة دي كل فترة وفترة. فانت اصبر واهتم بجودة شغلك اللي انت بتسلمه للعميل، لان العميل هو اللي بيجيب عميل. تاني شغلانه برضو اتعلمتها واشتغلتها هي الجرافيك ديزاين. مش هقول لك ان انا دخلت منها مبالغ زي الفيديو اديتنج او تصميم الفيديوهات او تعديل الفيديوهات، لاني كنت متعلمها لنفسي انا. فادتني بحاجات كتير، منها مثلا ان انا بصمم موقعي الخاص اللي انا شغال عليه، هطلقه قريب ان شاء الله. الشغلانتين دول مطلوبين جدا. الفكرة ان انت اي مهارة تتعلمها وتوصل فيها مستوى كويس هيكون ليك زبونك وفي ناس هتشتري منك. اي مهارة على النت، ادخل على شات جي بي تي اسأله قول له اكتر 10 مهارات مطلوبة واتعلم 2 3 منهم، بس مش مع بعض، لا، خلص دي وادخل على اللي بعدها. بس خلي بالك في نقطة، انا كشخص عايز اشتري خدمة معينة من حد،
ايه اللي هيفرقك عن شخص بقاله سنين في المجال ومعاه بورتفوليو قوي واشتغل مع ناس كتير واشتغل مع ناس معروفة والكلام ده كله، عن شخص تاني لسه بادئ؟ باختصار انك تتعلم كتير وتشتغل كتير، حتى لو هتشتغل مجانا في الاول. هتقولي لا ده انا كده بضيع وقت على الفاضي. ابدا، انت مش بتضيع وقت. انت اول حاجة بتعرف الناس بيك، تاني حاجة انت بتشتغل وبتنمي مهاراتك في الحاجة اللي انت بتشتغلها او الحاجة اللي انت بتتعلمها، لان البني ادم بيتعلم من المحاولة والخطأ. هتشتغل مع ده ببلاش هتغلط في حاجة، الحاجة اللي انت هتغلط فيها دي لما تشتغل مع حد بفلوس مش هتغلط فيها، عشان فعلا تكون ضامن ان فلوسك حلال وانك اديت الخدمة باحسن معيار واحسن جودة للعميل. الكلام ده ينطبق على اي مهارة انت ناوي تتعلمها. هما دول الشغلانتين بس اللي انا ممكن اشتغلهم؟ لا، زي ما قلت لك في مئات الشغلانات على النت. ادخل اسأل شات جي بي تي واعرف، جرب كذا حاجة. جرب المهارة دي، لو حسيتها مش مناسباك خش على المهارة اللي بعدها. اتعلم ازاي تسأل شات جي بي تي. قول له مثلا انا عندي خلفية في البرمجة، واهتماماتي مهتم بكذا، وعندي ناوي ان انا اطور نفسي في كذا. وعرفه انت فعلا ايه اهتماماتك وايه مهاراتك القديمة، بحيث ان هو يرشح لك شغلانات تناسبك انت وتكون مناسبة ليك انت شخصيا. لان انا افضل ان الحاجة اللي انت تشتغلها تكون حاجة انت بتميل ليها او بتحبها، عشان تعرف تأدي فيها كويس وتأدي فيها بما يرضي الله. لو انت مش عارف تكتب ايه لشات جي بي تي، انا سبت لك نص في الوصف، حمله وان شاء الله هيديك حاجات تناسبك انت شخصيا. ممكن واحد شات جي بي تي يقول له انت يناسبك تصميم المواقع، لو مثلا هو عنده خبرات في البرمجة او غيره. ممكن واحد تاني يقول له انت ما عندكش خبرات كتير فيناسبك المودريشن، ان هو يمسك صفحة لستور او شركة او اي صفحة عامة، يرد على التعليقات يرد على الرسائل، هيناسبه المودريشن. ممكن واحد تالت يجي له مهارة تالتة، اهم حاجة ان هو يجرب ويجرب ويجرب. لو دي مش نافعة يجرب اللي بعدها. الموضوع فعلا ممتع وبتزيد خبرات وبتزيد تعلم. حتى لو الحاجة اللي انت جربتها دي مش مناسباك، اكيد هتستفاد منها باي شكل من الاشكال، هتتعلم حاجة جديدة. طيب يا محمد، انا مش عاجبني ده وعايز حاجة سهلة وبسيطة كده. يا عم عينيا ليك. بص، عندنا في الجامعات لو انت طالب جامعي المحاضرة بتتشرح على الباوربوينت. فالباوربوينت ده بيكون عدد من السلايدات او الشرايح بتتشرح ورا بعضها كده، فالشريحة دي بتاخد كلام قليل وعدد من الافكار قليل. فممكن المحاضرة توصل مثلا ل100 سلايد. اكيد لو انت طالب جامعي عارف. طيب انا جاي احكي لك على قصة واحد صديقي كان بيعمل ايه بقى. كان بياخد المحاضرة دي ويروح محولها لورق A4، ورق عادي اللي هو بنطبعه. فالمحاضرة اللي هي مثلا 100 سلايد ممكن تعمل معاه 8 10 ورقات، وعاملها بشكل كده جميل وعاملها بشكل حلو وشكل يدخل الدماغ كده على طول. فبحيث انك تشوفه اصلا تفهم المحاضرة بتتكلم عن ايه وتكون سهلة معاك. كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيحول المحاضرة للورق اللي هو A4 ويروح يطبعه وياخده معاه الجامعة ويقعد مثلا يذاكر فيه. فهو اصلا لما حد من صحابه يشوفه بيذاكر فيه، ايه ده انت جبته منين مش عارف ايه، يقول له لا ده انا اللي بعمله. كان بيعمل الموضوع ده ويبيع الورق اللي هو عامله. حاجة حلال، حاجة كويسة، بيفيد غيره وبيفيد نفسه. مثلا لو كان هيطبع الملف ب10 جنيه هيبيعه ب15. حاجة سهلة وبسيطة ممكن أي حد يتعلمها. دي فكرة. عندك الباوربوينت نفسه، لو أنت بتعمله كويس وبشكل حلو ممكن تعمله للناس على الإنترنت. لو أنت دخلت مثلا على موقع خمسات أو موقع مستقل هتلاقي الناس تطلب إن أنت تعمل لهم باوربوينت احترافي. وزي ما قلت لك أنا كان عندي خبرات بسيطة في تصميم وتنسيق الألوان وكده وبتاع، فكنت بعمل باوربوينت بشكل جميل جدا، لدرجة ان في كذا حد اعرفه ودكاترة كبار كمان كانوا بيقولوا لي ان احنا عايزينك تعمل لنا باوربوينت يشرحوا عليه قدام ناس وكده. من المهارات برضو اللي انا بعتبرها العملة الرابحة في الزمن بتاعنا ده هي صناعة المحتوى. ممكن يكون دخلها في الاول او العائد منها في الاول مش اللي هو، بس مع الوقت هتجيب همها. صناعة المحتوى هتفيدك على المدى البعيد وهتفيدك في مجالات كتير في حياتك. صناعة المحتوى من الحاجات اللي هي لو انت استخدمتها صح في الزمن بتاعنا ده هتفيدك جدا، لان السوشيال ميديا عامة عاملة زي أداة بتخليك تضاعف الحاجة اللي معاك. يعني لو انت عايز تضاعف فلوسك واستخدمتها بذكاء واستخدمتها صح هتضاعف فلوسك. لو انت عايز تضاعف سيئاتك واستخدمتها بغباء واستخدمتها بشكل وحش هتضاعف سيئاتك. لو انت عايز تضاعف حسناتك نفس النظام، تستخدمها بذكاء وحكمة. ممكن نتكلم عن صناعة المحتوى باستفاضة في كذا فيديو بعدين لو انتوا حابين. يعني الخلاصة من الفيديو، جرب واجتهد وان شاء الله انا بضمن لك لو انت اتعلمت مهارة او مهارتين لمدة سنة واحدة
هتوصل فيها لمستوى جامد جدا. طيب انا اتعلمها منين؟ مصادر التعلم ماليه اليوتيوب، ماليه الانترنت. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تعالى اعلمك بكذا، ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تعالى استغلك. لا، كل حاجه موجوده ببلاش. الا بقى لو انت عايز توصل لمستوى جامد جدا او مستوى احترافي، ممكن اقول لك في مصادر بتعلم بفلوس، ومصادر كويسة ومصادر فعلا بتعلمك ومش بتنصب عليك. ممكن دي تحتاج لها بعدين بقى، بس لما توصل لمستوى جامد. المهارات كتير مش بتخلص. عندك ماركتينج، عندك ميديا باينج لو انت بتحب البيزنس والبرمجة بفروعها كلها، لو انت بتحب البروجرامينج وعالم الحاسوب، سوشيال ميديا مودريشن، وغيره 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 كتير. الشغل مش بيخلص. طيب نيجي بقى لأهم نقطة في الفيديو. خليك حاطط في دماغك دايما ان من اهم اسباب نجاحك هو توفيق ربنا. الرزق هيجيلك مهما حصل، لان ده بيكون مكتوب لك، مش شطارة منك ابدا. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. يعني ايه فابتغوا عند الله الرزق؟ انك تطلب من ربنا ان هو يرزقك وتدعي له بقلب سليم. انت اطلب الرزق من ربنا واشتغل على نفسك، وان شاء الله ربنا هيوفقك، وربنا ما بيضيعش تعب حد. وما تنساش واعبدوا واشكروا له. انت اطلب الرزق من ربنا، وما تنساش برضو انك تخلص في العبادة، لان ده شرط من شروط الرزق، انك تكون بتعبد ربنا كويس. اطلب من ربنا الرزق واشتغل واتعب على نفسك، بس خليك فاكر ان الهدف الرئيسي لينا هو عبادة ربنا. واحمد ربنا على كل حاجة. واهم حاجة لو ربنا رزقك ما تتكبرش على غيرك، واللي ما يعرفش عرفه، واللي مش متعلم علمه. واهم حاجة ما تبقاش خبيث، لان محدش هياخد رزقك. ممكن انا اديك كل خبرتي واديك كل المعلومات اللي عندي واعرفك ازاي تشتغل كل حاجة، بس برضو مش هتشتغل، لان دي ارزاق. فما تبقاش خبيث في شغلك او في مجالك، وما تكبرش على غيرك مهما حصل. وبس، يا ريت بقى تكتب النقط دي في ورقة، وما تنساش تعمل لايك لو الفيديو فادك وعجبك، وتبعته لأي حد لو حاسس ان هو هيستفاد منه فعلا. اهم حاجة بقى ما تنساش تشترك في النشرة البريدية، ببعت فيها كلام كويس وكلام مفيد. بيكون قليل شوية، ما يستاهلش ان انا اعمل عليه فيديو. وتابعني برضو على الانستا لو حابب. وكان معكم اخوكم محمد عز الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.